عارف، بستغرب قوي من المديرين اللي بيتعاملوا مع التيمز بتاعتهم او الفرق بتاعتهم بنظرية الحديد والنار، اللي لما تيجي تسأله يقول لك انا لازم الشعب ده او الفريق ده يمشي بالكرباج، ومن غير ما تمشيه بالكرباج هيفلت منك ويعمل مشاكل مش تمام ويستهبل ويستعبط. ولو جيت سألته هل انت شايف انك ماشي صح او انت ندمان على اللي انت عملته ده مع الفريق بتاعك، يقول لك لا انا ماشي تمام والدنيا بتاعتي زي الفل. ولو جه على موظف وداس عليه والموظف ده حصل له مشكلة او اصابة جسدية او نفسية، وتيجي تقول له شايف اللي انت عملته في الراجل بتاعك ده، يقول لك في الاخر لا، ده هو ده النظام، ده السيستم، ده موظف بيستهبل، بيكسل، بيعمل حركات علشان افلت منه الكلام ده كله. الصراحة الموضوع ده طول الوقت كان بيخليني استغرب، علشان عمري ما شفت واحد من القادة العظام اللي احنا بنعتبرهم عظام بيعمل كده. يمكن لو بصينا على مرجعية ربانية، ودي أعظم وأكبر حاجة ممكن نبقى نبص عليها، هنلاقي إن أسلوب الإدارة اللي ربنا حطه جوه أكبر وأحسن بشر موجودين في الدنيا اللي هم الأنبياء، ما كانش واحد فيه بيتضمن مثلا إن حد يبقى بيمشي ورا الناس بالعنف والشدة والقسوة. يعني دورت في أنبياء ربنا كلهم اللي هم المفروض يعني في التوب، ما شفتش حد فيهم ماشي بينشر رسالته وبيتعامل مع الناس اللي عرضوه وما كانوش عايزين يمشوا على التوجهات بتاعته والبلانز بتاعته وبلغة البيزنس الاوبجكتيفز والتارجت والفيجن اللي هو نازل بيها. ما شفتش حد منهم بيتعامل بالكرباج او ماشي مع الاتباع بتوعه بالضرب وبالشتيمة وبالشدة، على الرغم من ان العكس كان هو دايما اللي بيحصل من الجهة التانية. فده خلاني افكر، يا ترى هل الاساليب اللي احنا بننتهجها دي صحيحة؟ هل اللي احنا بنعمله في الادارة ده سليم؟ هل نظريات البيزنس اللي محطوطة اصلا بتسبورت او بتدعم الكلام اللي الناس دي بتعمله؟ قعدت اشوف كل النظريات اللي بتتعامل خصوصا مع ادخال العلم الحديث في الموضوع. علم النفس بقاله فترة كبيرة جدا بيتكلم على ما يسمى بالويل بينج، او ان الحياة بتاعت الانسان تكون في وضع كويس عشان يقدر يطلع احسن وينتج احسن ويعمل احسن. ما لقيتش في ولا نظرية من النظريات دي انك تدوس على الناس وتكسر رقبتهم وانما ده حاجة بيسموها الاوبريسور مود، او اسلوب الشخص الذي يقمع او الذي يدحض الناس بشكل قوي. ما اظنش ان انت عايز تكون لا الشخص اللي بيقمع، واكيد مش عايز تكون الشخص اللي بيتقمع. تخيل كان من يومين بالظبط كنت قاعد مع شخص نحسبه على خير كده وراجل محترم جدا وجميل في كافيه، ودخل علينا الراجل الويتر عايز يشوف الاوردرات بتاعتنا، الطلبات اللي احنا عايزينها. فلقيت الشخص اللي قاعد معايا بيقول له اهلا وازيك ويا باش وهش، وبيضحك كده وبيبتسم، وشاف النيم تاج بتاعه مكتوب اسمه ايه، فانا ده باسمه. قال له يا جاسر ازيك والاخبار وبتاع. علم النفس بيقول لنا انك اكتر كلمه ممكن تخلي الانسان يتبسط ويبقى فيه هرمونات كده حلوه بتتفرز جواه هو انك تناديه باسمه، انه يسمع اسمه. والشخص اللي كان قاعد قدامي ده كان فاهم ده كويس، واتكلم معاه كويس جدا واتناقش معاه في الاوردر بطريقه في منتهى الشياكه، والراجل راح ورجع وجاب الاوردر وهو مبسوط واليوم كان لذيذ. انا اتخيل بقى ان الشخص اللي قدامي ده اتعامل مع جاسر بشكل مش كويس، بطريقه مش حلوه، باسلوب اجش، بغلظه. في الحالتين جاسر كان هيجيب الاوردر ويجيب الطلب لان ده شغله، ده وظيفته. ولكن في الحاله الاولانيه اللي ناداه فيها باسمه، جاسر كان مبسوط، عمل الاوردر بحب. وانتوا عارفين الحاجات اللي هي بتكون زي الاكل والشرب بيبان، يعني الحب بيبان في طعم الحاجه. ولو ناس كتير ما بتصدقش في ده، فساينتفكلي في بروفز كتيره واثباتات كتيره بتقول ان الحاجه اللي بتتعمل بحب بتاثر في الجزيئات بتاعه الشيء. وعلى الصعيد الاخر لو كان اتعامل معاه بعنف وبشده وبغلظه، جاسر كان هيجيب الطلب. ولكن خلينا نبص هنا بقى على التاثير النفسي بتاع الراجل ده من سكتين. السكه الاولانيه، انا البرفورمانس بتاع جاسر
في خلال اليوم بعد ما الشخص ده اتعامل معاه بشكل مش كويس، وده شخص واحد، علميا واحصائيا هيبقى اقل. وتخيل ان في اكتر من شخص اتعامل معاه بشكل مش كويس، هيبقى البرفورمانس والاداء بتاعه اقل واقل. فده اداء برفورمانس. تخيل انت كمدير عمال تضغط وتعصر و الناس بتاعتك اللي موجوده في التيم هتسيبك في اول فرصه تلاقي في حد بيتعامل معاهم كويس. هيبقى هو مش طايق نفسه حتى لو بياخد اعلى مرتب. فهل انت عايز تكون الشخص ده اللي بيطرد الموظفين؟ اكم من مره حضرتك سمعت عن شركه بتدي مرتبات كويسه جدا وانما بيئه العمل فيها سيئه؟ وفي دراسه اتعملت على لينكد ان من حوالي 4 أو 5 سنين بتقول ان الناس مش بتسيب الشركات، الناس بتسيب المديرين. فحضرتك السبب الرئيسي في الحفاظ على الموظف او ان هو يمشي حتى لو مميزات الشركه مش احسن حاجه. فالبرفورمانس بتاع الشخص بيرتبط بشكل مباشر مع الاسلوب اللي حضرتك بتتعامل معاه بيه. والناحيه التانيه بقى، واللي اكترنا بينساها او بيتناساها، هي حته ان انت مؤمر على الناس دي. يعني ربنا مديك اماره على مجموعه من الاشخاص وهتتسأل عنهم. وفي بعض الاحاديث النبويه عن الرسول عليه الصلاه والسلام بيتكلم ان اي شخص هيؤمر على مجموعه من البشر هيجوا متعلقين في رقبته يوم القيامه. فانت عايز يبقى شكلك ايه؟ عايز يبقى وضعك ايه يوم القيامه؟ فدنيا واخره لازم تتعامل مع الناس بما يوافق الكلام اللي ربنا اراده بالحسنى. ممكن حد يجي يرجع لي ويقول لي طب ما حضرتك كده الناس هتركبنا يا باشا كده، لو انا اتعاملت مع الناس بالحسنى وكنت لذيذ وظريف هيحطوا عليا ويبهدلوني. هنا بقى تيجي الحوكمه. مش بقول لك خليك ساذج مع الناس، وانما انا عايزك تكون بتتعامل كويس مع وجود رقابه ومعايير واساسيات. بص، اللي اوله شرط اخره نور. اهلنا ما كانوش بيضحكوا علينا. اشرط من الاول الظروف التي تهيئ ان الشغلانه تكون كما يرتضي الطرفين، وبقينا شايفين الحدود. اتعامل بالحسنى، وكل شويه شد خط كده نشوف الفتره اللي فاتت الاخبار كانت ايه. هل هحتاج اعدل في اسلوبي؟ هل الشخص بيتعامل كويس ولا لا؟ وهتبدا تكتشف لما انت تغير من نفسك، فهتجتذب الاشخاص اللي يقدروا يفت ويتماشوا مع الاورجنايزيشن والتيم بتاعك، وبناء عليه هتطلع النتائج اللي انت عايزها. بس خليني اسالك بقى سؤال في الاخر وجاوبني عليه في التعليقات لو ينفع. هل انت لما بتشد على الناس وبتديهم بالكرباج وبتطلع عينيهم، هل انت بتعمل ده فعلا عشان مصلحة الشغل ولا لغرض اخر في نفسك مش عايز تقول عليه؟ سلام.